بيبدأ الفيلم بنقطة مية مضيئة بتقع على الأرض وبتكون وردة ذهبية، وبنشوف الست العجوزة دي واللي اسمها جادزل وهي بتغني للوردة اللي بتنور وبترجعها شباب تاني. وبعد مئات السنين بتنشأ مملكة بيحكمها ملك وملكة محبوبين، لكن الملكة بتتعب في آخر شهور حملها، وعلشان يعالجوها بيبدأوا يدوروا على الوردة الذهبية. وفي الوقت ده بتكون جادزل عند الوردة الذهبية، وبمجرد ما بتحس بالحراس بتهرب من المكان. وطبعا الحراس بياخدوا الوردة وبيدوها للملك عشان يعالج بيها الملكة. وبتتولد رابنزل وبيفرح بيها باباها ومامتها، وبيطيروا مصباح نور في السماء احتفالا بعيد ميلادها. وفي يوم جادزل اقتحمت القصر وغنت أغنية لرابنزل اللي شعرها نور ورجع جادزل شباب تاني، بس بمجرد ما قصت شعرها اختفت منه قوته السحرية، فخطفت رابنزل وهربت. وطبعا المملكة كلها دوروا على رابنزل، دوروا في كل مكان لكن ما قدروش يوصلوا ليها. وجوه برج مستخبي في قلب الغابة جادزل ربت رابنزل على أساس إنها بنتها ومنعتها إنها تهرب من البرج. وفي يوم عيد ميلاد رابنزل الملك والملكة بيطيروا آلاف الفوانيس على أمل إن بنتهم المفقودة ترجع ليهم. وبتعدي السنين وبتكبر رابنزل، وبنشوفه هي بتلعب مع باسكال الحرباية الصغيرة اللي بيبقى عايزها تنزل من البرج. وطبعا رابنزل بترفض وبتعرفه إن العالم بره خطير ومليان مجرمين وحرامية. بعد كده بتبدأ تنظف البرج وتسرح شعرها الطويل الجميل، وبتعرفنا إنها بتحب تقرأ وبتحب ترسم على الجدران، وكمان باسكال بيلعب معاها باستمرار. وبتكون رابنزل متحمسة جدا لأن بكرة عيد ميلادها، وبالليل هتشوف الأنوار وهي طايرة في السماء، وبتتمنى من أمها تسمح ليها إنها تروح تشوف الأنوار دي من قريب. في مكان تاني بنشوف حرامي اسمه فلين رايدر ومعاه أخين مجرمين وهم بيتسللوا للقصر الملكي، وبينزل فلين من السقف بمساعدتهم وبيسرق تاج الأميرة، وبيهربوا هم التلاتة من المكان. وبنرجع لرابنزل اللي بتدلدل شعرها لجادزل وبتسحبها وتطلعها للبرج، وبنشوف إن جادزل ست أنانية وطماعة وبتطلب من رابنزل تغني ليها علشان ترجع شبابها. رابنزل بتفكرها إن بكرة عيد ميلادها وهيبقى عندها 18 سنة، وبتطلب منها تسمح ليها تخرج تشوف الفوانيس. جادزل بتكذب عليها وبتقول لها إن دي مجرد نجوم مش فوانيس، لكن رابنزل بتكون عارفة إنها مرتبطة بيها لأنها بتنور يوم ميلادها بس. جادزل بترفض وبتخوفها من العالم، وبتقول لها إن في مجرمين وحرامية ممكن يخطفوها علشان يستغلوا شعرها السحري، وبتقول لها إنها ضعيفة ولسه صغيرة، وبتسخر منها وهي بتغني. وفي الآخر بتأمرها إنها ما تطلبش الخروج من البرج تاني. بنروح لفلين اللي بيتعصب لما بيشوف صورته متعلقة على شجرة، وبيتضايق لأنهم رسموا مناخيره كبيرة. فجأة الحراس بيشوفوه هو والمجرمين اللي معاه، فبيجروا هما التلاتة لحد ما بيوصلوا الطريق مسدود. فلين بيطلب من الأخين يرفعوه وهو يسحبهم، فبيوافقوا بشرط يسيب لهم الشنطة، لكن فلين بيخدعهم وبياخد الشنطة ويهرب، والحراس بيطردوه. بيفضل فلين يجري وهو بيتفادى السهام، وبيركب حصان القائد واسمه ماكسيموس. ماكسيموس بيتعصب وبيحاول ياخد الحقيبة منه، وبتطير الشنطة وتتعلق على شجرة، وبيتخانقوا هما الاتنين لحد ما بتقع الشجرة بيهم. وبالصدفة فلين بيكتشف مدخل سري وبيدخل منه علشان يهرب من ماكسيموس، وهناك بيشوف برج معزول. بيبدأ يتسلق البرج، وبمجرد ما بيدخل رابنزل بتضربه بطاسة وبيفقد وعيه، وبتخاف وتقرب منه بعد محاولات تحبسه في الدولاب وتاخد الشنطة اللي فيها التاج، وبتفتكر ان التاج خاتم وتحطه على راسها من غير ما تعرف معناه. فجأة جادزل بتنادي عليها فبتخبي التاج وتدلدل شعرها وتسحبها للبرج. رابنزل بتكون متحمسة عايزة تحكي لمامتها، لكنها بتخاف لما جادزل تتعصب عليها، فبتطلب منها ألوان للرسم بمناسبة عيد ميلادها. جادزل بتفتكر ان الرحلة هتاخد 3 أيام، فبترضى وتروح تجيب ليها الألوان وتسيبها. بعدها رابنزل بتخرج فلين من الدولاب وبتربطه بشعرها في الكرسي. بينبهر فلين من شعرها وجمالها وبيعرفها ان اسمه الحقيقي فلين رايدر. رابنزل بتخاف وبتفتكر انه عايز يسرق شعرها، لكنه بيحكي لها اللي حصل معاه وبتعرض عليه صفقة يوريها الفوانيس وهي تديله التاج. فلين بيرفض الأول، لكن لما بيلاقي نفسه محبوس بيضطر يوافق. بتبدأ رابنزل تنزل لأول مرة وتلمس الأرض وتبقى مبسوطة جدا، بتغني وتفرح، لكن ساعات تحزن علشان زعل أمها. فلين بيواسيها وبيقول لها الأحسن ترجع للبرج، لكنها بترفض وتقول له إن هي لازم تشوف الفوانيس. في الغابة ماكسيموس لسه بيدور على فلين، وبالصدفة جادزل بتشوفه فبتستغرب من وجوده وبترجع بسرعة للبرج. ولما بتدخل بتلاقي رابنزل مش موجودة، وبتكتشف الشنطة اللي فيها التاج وبتشوف صورة فلين وبتفهم إن هو اللي خطفها. في الوقت ده فلين بياخد رابنزل لمطعم في نص الغابة مليان مجرمين وحرامية شكلهم مخيف، وبيحاول يخوفها عشان ترجع، لكن المجرمين بيمسكوه علشان يسلموه للحراس مقابل المكافأة. رابنزل بتضرب واحد منهم وبتطلب يسيبوا فلين، وبتقول لهم إن حلمها تشوف الفوانيس، وبتسألهم عن أحلامهم. واحد منهم بيقرب ويقول لها إنه بيحلم يكون موسيقي. رابنزل بتنبهر بعزفه، وكل واحد بيبدأ يحكي
بيحكي عن حلمه وبيغنوا ويرقصوا وهي مبسوطة. جادزل بتكون بتتجسس من الشباك وبتتضايق لما بتشوف رابنزل فرحانة وسط المجرمين. فجأة الحراس بيدخلوا المطعم علشان يقبضوا على فلين، والأخين المجرمين بيتقبض عليهم، وواحد من المجرمين بيساعد رابنزل وفلين وبيفتح ليهم نفق سري يهربوا منه. ماكسيموس بيدخل المطعم ويشم مكان النفق، والقائد بيأمر الحراس إنهم يتبعوا النفق، والأخين بيضربوا الحارس وبيمشوا وراهم علشان ينتقموا من فلين. جادزل بتلاقي نفسها مع المجرمين وتسمعهم وهم بيقولوا عايزين يقتلوا فلين وياخدوا التاج، فبترمي لهم التاج وتقول لهم عندها حاجة أهم كتير من التاج، وتقصد شعر رابنزل. داخل النفق فلين منبهر من اللي رابنزل عملته وبيسألها ليه ما راحتش تشوف الفوانيس قبل كده، وفجأة الحراس يوصلوا فبيجروا بسرعة لحد ما بيلاقوا نفسهم تحت سد مائي، والأخين المجرمين قدامهم والحراس وراهم. رابنزل بتحط شعرها وبتعدي الناحية التانية، وفلين بيضرب الحراس بالطاسة، لكن ماكسيموس بيهجم عليه بالسيف. في اللحظة الأخيرة رابنزل بتسحب فلين بشعرها وتنقذه، وفجأة السد بينهار والمية بتملى الوادي وبيدخلوا نفق والمية بتسد عليهم، وفلين بيتعور وبيفتكر إن خلاص هيموت، فبيقول لرابنزل إن اسمه الحقيقي يوجين مش فلين. رابنزل بتفتكر قوة شعرها وبتغني فبينقذهم من النور، ويوجين بيقدر يخرج بالصخرة. يوجين بيخرج مع رابنزل وهو مصدوم من قوة شعرها. رابنزل بتلف شعرها على جرحه وتغني فبيختفي الجرح قدامه، بيندهش جدا فبتشرح له إن شعرها بيرجع الشباب وبيعالج الجروح، لكن بمجرد ما يتقص بيتحول بني ويفقد قوته، علشان كده جادزل حبستها طول عمرها. يوجين بيتعاطف معاها لأنها ما خرجتش من البرج قبل كده، وبيحكي لها إنه كان بيتقمص شخصية فلين رايدر اللي قرأ قصته في كتابه وهو صغير في الملجأ، لأنه كان بطل غني لكنه اسمه الحقيقي يوجين. رابنزل بتعترف إنها بتحب اسمه الحقيقي، وبيظهر إن الاتنين بدأوا يعجبوا ببعض. يوجين بيسيبها شوية علشان يجيب حطب للنار. فجأة جادزل بتظهر لرابنزل وبتقول لها إن يوجين بيخدعها وما ينفعش تحب حرامي، وبتديها الشنطة بالتاج وتقول لها أول ما يوجين ياخد التاج هيسيبها. رابنزل بتحزن وتخبي التاج. الصبح بيوصل ماكسيموس وبيهاجم يوجين. رابنزل بتوقفه وبتطلب منه يسيب يوجين يكمل معاها يوم عيد ميلادها وبعدها يقبض عليه، فبيوافق ماكسيموس. بعدها بيوصلوا للمملكة. رابنزل بتنبهر بكل شيء حواليها. ماكسيموس ويوجين بيضربوا بعض زي العيال الصغيرة. رابنزل ما بتعرفش تمشي بسبب شعرها الطويل، فبيساعدها يوجين ويخلي البنات يضفروا شعرها، وبينبهر بجمالها. بتشوف صورة الملك والملكة وبنتهم الصغيرة وبتحس انها تعرفهم، وبتفرح جدا لما بتسمع الموسيقى وترقص وسط الناس وبتخلي الكل يرقص معاها. يوجين كمان بيشاركها ويرقص معاها. بالليل يوجين بيركبها قارب علشان تشوف الفوانيس، وبيدي ماكسيموس تفاحة ويبعده. رابنزل بتقول انها متوترة وانها حلمت بالفوانيس طول حياتها ومش عارفة تعمل ايه بعد ما يتحقق الحلم. يوجين بيقول لها ده اجمل شيء، بعد ما يتحقق حلمك تلاقي حلم جديد. الملك والملكة بيطلعوا من الشرفة وبيطلقوا الفانوس الاول، وبعدها كل اهل المملكة بيطلقوا الاف الفوانيس. رابنزل بتبقى مبسوطة جدا وهي بتتفرج. رابنزل بتنبهر جدا لما تشوف الفوانيس وهي طايرة في السماء، وتفرح اكتر لما يوجين يديها فوانيس صغيرة علشان يطلقوها مع بعض. في اللحظة دي بتعترف انها مش خايفة تديله التاج وتطلعه من مكانه وتديه ليه، لكن هو ما بيهتمش بالتاج، بيركز معاها وبيطير الفوانيس حواليها وهم بيغنوا سوا وماسكين ايد بعض. وقبل ما يوجين يعترف بحبه بيشوف الاخين المجرمين واقفين على الشط. بيعتذر لرابنزل وبيقول لها ان عنده شيء مهم ويرجع ليها. بيروح للاخين وبيديهم التاج، لكنهم ما بيسيبوش الموضوع وبيقولوا انهم عايزين البنت نفسها لان شعرها اهم من التاج. وفي الوقت ده رابنزل بتبقى مستنية يوجين على الشط. لما بتشوف المجرمين بيقولوا ان يوجين اخد التاج وهرب بالقارب، وبتشوفه مربوط في القارب فبتصدقهم وتحزن جدا وتفتكر ان يوجين خدعها. بتهرب من المجرمين وفجأة بتظهر جادزل وبتنقذها منهم. رابنزل بتبكي وتحضنها وتقول لها ان كلامها طلع صح، وفي نفس الوقت يوجين بيكون فاقد الوعي ومتكتف في القارب. الحراس بيقبضوا عليه وبياخدوه للسجن، وماكسيموس بيعرف اللي حصل. اليوم التاني رابنزل بتكون حزينة لانها فاهمة ان يوجين ما كانش بيحبها وكان بيخدعها. باسكال بيحاول يواسيها وجادزل بتفكرها انها نصحتها كتير وهي ما سمعتش الكلام. رابنزل بتشوف قطعة القماش اللي اشتراها ليها يوجين ومرسوم عليها شمس. بتفتكر صورة الملك والملكة وبنتهم الصغيرة، وبتفتكر لحظة ما لبست التاج، وبتدرك فجأة ان هي الأميرة المفقودة. بتواجه جادزل وبتقول لها ان هي مش امها الحقيقية وان هي خطفتها طول عمرها. جادزل بتحاول تبرر وتقول لها انها بتحميها، لكن رابنزل بتدفعها بعيد وبتقول لها ان هي كدبت عليها طول حياتها. وجادزل بتغضب جدا. وفي السجن يوجين بيكون قلقان جدا على رابنزل، والحراس بيجهزوه علشان يعدموه. وهو ماشي بيشوف الاخين المجرمين فبيفهم ان جادزل هي السبب في كل حاجة، وبيحاول يشرح للحراس ان في بنت في خطر لكن محدش بيساعدها.
بيصدقوا. فجأة بيدخل المجرمين اللي كانوا في المطعم ويساعدوه يهرب. يوجين بيركب العربية مع مساعدة ماكسيموس وبيخرج من المملكة بأقصى سرعة وبيقفزوا مسافة كبيرة، ويوجين بيجري وراه علشان يوصل للبرج. يوجين بينادي على رابنزل فبتدلدل شعرها فبيبدأ يطلع، لكن أول ما بيدخل جادزل بتضربه بخنجر ويقع على الأرض. رابنزل بتكون مربوطة بالسلاسل وجادزل بتقول لها إن هي هتاخدها المكان محدش يقدر يوصل ليه. رابنزل بتصرخ وبتقول لها إن هي مش هتتوقف عن محاولة الهرب، لكنها توافق تعالج يوجين بشرط تبقى مع جادزل طول حياتها. جادزل بتوافق وبتسيبها تروح ليه. رابنزل بتحاول تنقذه، لكن يوجين في اللحظة الأخيرة بيمسك زجاجة مكسورة وبيقص شعرها الطويل اللي بيتحول بني وبيفقد قوته. جادزل فجأة بتعجز وشبابها بيروح وباسكال بيوقعها من البرج، وبمجرد ما توصل الأرض بتختفي نهائي. رابنزل بتبقى حزينة جدا وبتحاول تنقذ يوجين لكنه بيموت بين ايديها. بتبكي وبتغني وهي بتعيط دمعة بتنزل بتقع على خده وتنور وتدخل لجسمه، وفجأة بتخرج زهرة ذهبية وبتخليه يعيش. يوجين بيفتح عينيه وبيقول لها انه بيحب شعرها البني. رابنزل بتفرح جدا وبتحضنه. بعدها بنرجع للمملكة. الملك والملكة بيلاقوا بنتهم وبترجع لهم بعد سنين طويلة، بيحضنوها وبيبكوا من الفرحة. يوجين كان واقف جنبها والشعب كله بيحتفل بعودة الأميرة المفقودة، وكل واحد من المجرمين بيحقق حلمه. ماكسيموس بيبقى بطل المملكة، رابنزل بتحكم بالعدل والحكمة، وفي النهاية بتتجوز يوجين وبيعيشوا حياة سعيدة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة علشان تشوف الفيديوهات الجاية، وكمان تخش تشوف الفيديوهات اللي فاتت. سلام.